هذا رايي. بنحكي كثير بنتناقش. انا لا، انا ضد كل البيانات اللي طلعت وضد كل التصريحات اللي طلعت. الفنان يشتغل فنه، يا بيكون قد الكلام اللي بده يصرح فيه لانه هذا كلام سياسي له ناس مختصين يقولوا فيه، يا اما يسكت. يعني سكوته انا برايي سياسه، وسكوته فيه حكمه. يسكت مشان ما يستفز الناس، يا اما يكون قد الكلام بلحظه من اللحظات. وهذا انا برايي مو خلاف بالبيت، هذا خلاف على وطن، والخلاف على وطن اما مع او ضد. انا برايي بغض النظر اما مع او ضد. هذا اللون الرمادي انه انا رجلي هون ورجلي هون، زبطت هون تكون مع هدول وما زبطت تكون مع هدول، مو صح. يعني هذا يعني حاجه نحن نجمل بالامور، نقول انه والله لا الامور كويسه ونحن بالنهايه شعب واحد. نحن شعب واحد، بس في فئه من هي الشعب قادره تصطاد بهي اللحظه. انا لو اجى هذا البيان باي لحظه من اللحظات غير هي المساله وهي الازمه، يمكن انا كنت اول واحد. وانا فعلا حدا يقول لي في ثوره حقيقيه، ثوره مع يعني مثل ثوره جيفارا ولا الثوره الفرنسيه ثوره اصلاحيه 89 ثورات، يعني ثورات حقيقيه لبرنامج اصلاحي. انا اول واحد اطلع بس ما كان في برنامج اصلاحي، بس هذا ما في شيء واضح، هذا كان في تخريب. واي حدا بيسعى سواء بالكلام او بالفعل بيكون هو مناصر لهي الزعزعه اللي عم تصير بالبلد، وعم يمس امن بلدي وعم يمس امني. يعني ممكن نأجل وجهات نظرنا وخلافاتنا. يعني لا هلا بدنا نحكي فيها. يعني قصدي انه بهي المرحله كل المشاكل. كلمه على اي سوري او كل تصرف بيساويه اي سوري هي محسوبه. نحن شفنا كيف البيان ترجم، كيف جزيره بنيتو، كيف المعارضين شكروا الفنانين على البيانات اللي طلعت. فهون لازم نكون كثير حذرين باي كلمه او تصرف نحن بنسويه. انا شخصيا في ممثلين كانوا بهذا المسلسل ما قدرت اشوفهم بعد صاروا هدول اللي كتبوا البيانات. إذا بنرجع للأسماء نصهم أخذين بيوت وأخذين سيارات ومتسلطين ومستفيدين ومتنفذين. بس أنا دعم كثير. بس أنا للأسف دبلوماسي أبدا. لا أنا ماني دبلوماسي وما بحب الدبلوماسية أبدا. أنا هيك تركيبتي. هدول الناس حيستفيدوا بهذا الوضع وبيستفيدوا بس تخلص الأزمة، وبيستفيدوا بقلب الأزمة. يعني كيف ما راحوا بيستفيدوا. يعني هن هيك تركيبتهم إنه يستفيدوا بأي لحظة.